السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام أينما كنتم ألف تحية. طبعا كانت دعوات للحديث عن تقرير للطرفان الملك محمد السادس نصره الله حول المدونة، حول التعديلات والتغييرات والمستجدات. طبعا هذا مشروع مدونة الأسر الإخوان أثار الجدل، ماشي الله اليوم، أثار الجدل منذ 2004 باش نرجعونا للهيستوريك. إذا هذه القضية هي عندها حساسية، أو هذه المادة هي دسمة. لماذا؟ لأنها مرتبطة أولا بالمرجعية الإسلامية وهوية المجتمع وقيمه وتراثه الديني، ثم إنها مجال أيضا للاجتهاد تماشيا مع المتغيرات التي تطرأ في كل مناحي الحياة، لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا الثقافية، بالتالي تلبية متطلبات العصر بسياقاته المختلفة. طبعا المدونة هي كانت مجال للنقاش، كان نقاش مجتمعي إلى يوم أن رفع التقرير. طبعا كما قلنا مجال للنقاش، سجال، حوار، جدال. المهم هو أن الاختلاف راه كاين، ولكن تكون نتائج طيبة وتكون مثمرة، هذا هو الهدف. إذا كما قلنا المدونة من المعني بها أو شكون اللي غيتكلم عليها؟ طبعا الحال تكلموا على علماء الدين ورجال القانون والناس ديال العلوم، لأنه تخصصات في العلوم، في السوسيولوجيا، في الانثروبولوجي، في العلميين، الناس اللي عندهم أو ينهالون أو يأخذون أو يتبنون المرجعية الحقوقية اللي تيتكلم عليها الحداثي ورجل القانون والمحافظ وحتى المواطن العادي، لأنه هذه المقاربة التشاركية، وتيتكلم عليها حتى العلماني راه متدين بين قوسين ولا ما ندخلوا في هذا النقاش. طبعا كما قلنا كانت اللجنة عطات التقرير. طبعا كاين مستجدات كما قلنا، كاين جديد. طبعا كان الإشراك، وهذا هو الجميل وهذا هو المنصف، كان الإشراك ديال جميع الفعاليات والحساسيات في المجتمع كما قلنا في إطار المقاربة، هذا هذه ديمقراطية تشاركية. طبعا اللي خصنا نعرفوا هو أن هذه المدونة الإخوان راه عندها فلسفة وعندها مغزى وعندها أهداف، وهذا السجال راه ماشي من أجل غير بور لا فورم، لا أبدا أبدا، لأن هناك الهدف هو البحث عن السبل الكفيلة لتماسك الأسرة المغربية وترابطها واستمراريتها. عشان الإخوان راه الموضوع ميمكنش نديروه في حلقة، راه حنا غنمشيو وحيدة وحيدة. إذا بعد قليل سنلتقي بعد قليل. إذا الهدف الثاني هو إنصاف كل من الرجل والمرأة في إطار مبدأ المساواة بدون تمييز بين الجنسين ودون مس بحقوق لا المرأة ولا حقوق الرجل. طبعا التعديلات هي أيضا من أجل تشجيع الشباب على الزواج، ولا تعرفوا أنتم بأن الأرقام مسألة الطاووسية خصوصا طلاق الشقاق هي صادمة ومهولة ومخيفة. تراجع عدد الأسر المغربية كما قلنا لأسباب سوسيو اقتصادية وثقافية بلا موقف عليها، الحيز لا يسع. هذا أيضا تراجع ديال الخصوبة، وارتفاع معدل البطالة اللي غيوصل 14%، زائد أزمة السكن. إذا كل هذه تحديات الإخوان وإكراهات. قلنا استقرار الأسرة المغربية وتماسكها مرتبط بظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية احنا أشرنا إليها. كيف لرب عائلة مثلا أن يحافظ على استقرار أسرته الصغيرة إذا أفلست مقاولته؟ هذا أعطينا غير مثال، لأنه الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا الإخوان. وكيفاش مثلا إنسان عنده أسرة ولقى راسو خارج العمل،
كان طرد تعسفي أو تعزل أو. إذن هنا الإخوان راه مقاربة، تكون مقاربة شمولية غير باش نفهمو شي أمور. بون، هنا كما قلنا الأسرة المغربية لا تعيش عن منأى المتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، ولا حتى عن الوتيرة المتسارعة. كاين وتيرة متسارعة في أسلوب ونمط الحياة ومتطلباتها والحاجيات ديالها والضروريات ديالها. إذن غنوقفوا بعد قليل على تعديلين جوج ديال التغييرات. غنحاولوا نديروا قراءة وغنقولوا الرأي ديالنا المتواضع، قراءة كاتب متواضع، على أساس أنه من بعد غادي نشوفوا باقي التعديلات وباقي التغييرات. الإخوان غنجيو لهاد التعديل للزوجة أثناء توثيق عقد الزواج. ممكن أنها تشترط على الرجل عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، عقد الزواج أو عقد نكاح واخا. وفي حالة اشتراط عدم التزوج فلا يحق للزوج التعدد. وفي حال غياب هذا الاشتراط أو هذا الشرط فإن المبرر الموضوعي للاستثناء الوحيد كما جاء على لسان وهبي سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، المسألة الأولى العقم، أو بمرض مانع للمعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى محددة تتبقى فيها السلطة التقديرية للقاضي وفق معايير قانونية تكون محددة في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية واخا. بون، هنا هذا لتنفهمون التغيير المباشر، تفهمون المباشر. ولكن أين المسكوت وأين الضمني وأين الإشارات؟ هنا كاين إيحاء أتونسيون، هذا رأينا المتواضع. هذا إيحاء للمرأة المغربية، كل ما تقدم لها الرجل غتحاول تفكر أنها تطلب منه هذا الشرط. والغالبية طبعا ما تنقولوش الغالبية غترفض. حنا مغاربة وتنعرفوا الرجل المغربي، تنعرفوا كي داير، ما كذبوش على تنعرفوا المرأة المغربية وتنعرفوا كذلك الرجل المغربي. إذا ربما هذا تنعتبرو أنا رأيي. كاين اللي غيعتبرو مكسب، كاين اللي غيعتبرو بالنسبة للمرأة وبالنسبة للنساء الحقوقيات. ولو أن الإنسان خصو يفكر بلغة العقل ماشي بماذا سيجنيه في التغييرات والتعديلات، على أساس أن الزواج هو مقدس. رأينا إشارة وتلميح بل وإيحاء، وبحال تقول للمرأة ودي إلا جاك شي راجل حاولي توضعي هذا الشرط على أيين. كيف قريتها هذا العبد الضعيف، كيف قرا هذه المسألة هذه؟ لأنه المرأة من وجهها الراجل قبل ما كانش توضع هذا الشرط. دابا كاينة فرصة من ذهب باش توضع هذا الشرط. هنا كاين اللي غيقبل بهذا التغيير أو بهذا التعديل، وكاين اللي غيرفض. ربما أنا تنشوف هذا فيه شوية ماشي فيه شوية يعرقل شوية. ممكن يكون زواج ويفشل بهذا الشرط، ممكن يكون مستقبل ديال الزواج وديال أسرة مغربية وأنه يفشل. وهذا رأينا، ومن بعد إن شاء الله راه غادي نطرقوا للتفاصيل المملة لكل التعديلات والتغييرات. كاين التغيير ديال عقد الزواج بالنسبة للمقيمين المغاربة في الخارج، هذا إيجابي. أي إذا تعذر وجود واحد الشهيد
جوج شهود أي في منطقة نائية أو هذا على أي، هذا ماشي مشكل، هذا تسهيل ديال المسطرة وديال على أي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.